النهاردة هنعمل معاكم طريقة الكشري المصري بطريقة جميلة وسهلة وهتعجب حضرتك معايا. دلوقتي معانا اهوت العدس ابو جبة بنسلقه مع بعض، مفيش اي مشكلة، بنحط عليه نص معلقة ملح صغيرة بس ومفيش حاجة. والبصل بعد ما قطعته شرايح حطيت عليه معلقة نشا ودعكته بالنشا كويس جدا، وبعدين بحمره وبزود معانا في البصل كمية الزيت شوية علشان باخد منها اشوح الرز معايا. حطيت معلقتين رز عليهم ربع كوبايه من العدس ابو جبه، وحطيت معلقه كركم عليها معلقتين ملح وبس كده، ونشوح برضو معانا اهوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطينا كمية المية على قد ما احنا الرز زي ما احنا متعودين، وبعدين ديت التقلية معانا شايفين ما شاء الله ناشفة ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. هنحمر مع بعض الشعرية. حطينا معاكم الزيت بتاع البصلة برضو في كل ما قدرنا. اي حاجة هنعملها بنحط من زيت البصلة ده علشان بيدي طعم ونكهة حلوة جدا للكشري. وبعدين حمرنا معانا الشعرية. بعد ما حمرنا الشعرية اهوت هنضيف عليها كمية المية، تكون مية دافية. وبعدين هنحط تاني من زيت البصلة زي ما قلت لحضراتكم فين عشان نعمل الصلصة بتاعتنا. الزيت اهوت معانا اللهم بارك. هنحط معاه نص معلقة توم مفروم، وهنحمرها مع بعض علشان نعمل الصلصة بتاعت الكشري. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعي وحبيبي رسول الله محمد. هنحمر معانا لحد ما تبقى اللون كده لونه ذهبي. وبعد ما حمرنا مع بعض الثوم هنروح جايبين الطماطم احنا ضربينها في الخلاط. حضرتك عاوزاها بقشرها مفيش مشكلة، انا بحب اصفيها، كل واحد بقى حسب رغبته. هنحط في الصلصة دي شوية شطة صغيرين حسب رغبتك برضو، وملح وفلفل وكمون وخل معانا. وبعدين هنيجي نسلق المكرونة مع بعض. نص كيلو مكرونة صغيرة جدا اصغر حاجة، عليه ربع كيلو مكرونة اسباجيتي. وبعد ما حطينا المكرونة على النار مع بعض هنقلب كويس جدا، ومش هنحط فيها اي ملح ولا حاجة لان انا بملحها في الاخر مع الزيت بتاع الكشري. بنرش عليها معلقة ملح صغيرة كده، وتروحي جاية حاطة الزيت بتاع اللي احنا عملناه بتاع البصلة معايا، وتقلبي المكرونة كويس جدا هتلاقيها بتفرفر معاكي وجميلة جدا. بعدين معانا اهوت الصلصة هي ما شاء الله غليت واستوت معانا، وحطينا طبعا كمية الخل اللي هي مطلوبة. وبعدين حطينا هنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت نص كوباية خل عليها ربع معلقة توم مفرومة صغير، وبعدين حطيت معلقة كمون ونطرة فلفل ونطرة شطة، وحطيت ملح حسب الرغبة، نص ليمونة معاكي، والخل معاكي اهم حاجة. وبعدين بنزود بقى بكوباية مية فترة، ودي تبقى احسن دقة للكشري معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعي وحبيبي رسول الله محمد. المكرونة هي حطينا عليها الملح وقلبناها كويس جدا بالزيت بتاع البصلة علشان كله يبقى واخد طعم واحد. ودوت اللهم بارك الرز معانا ما شاء الله مفرفر وجميل، والشعرية ما شاء الله. ادي كل دي معانا مقادير الكشري، مش اكتر من كده. اكله سهله وبسيطه وجميله والاطفال كلها بتحبها. على فكره انا بنتي بتعشقها، يعني كل ما اقول لها نعمل اكل ايه يا رودينا تقولي كشري، كل ما اقول لها اكل ايه كشري. فلو اديتها الفرصه هتقولي كل يوم يعني. معانا الكميه اهو زي ما وريت لحضراتكم. وبعدين الكميه اللي انا عاملاها دي هتقضي معاكي 10 اطباق ما شاء الله، 10 اطباق محترمين يعني اللهم بارك. شايفين ما شاء الله. يا رب يكون عجبكم ودايما مع بعض
في وصفات كبيرة وكتيرة وجميلة. الحمد لله على كل حال، واحنا ان شاء الله هنكون مع بعض دايما متجمعين على كل وصفاتنا الجميلة. ويا رب لو عجبكم الطريقة تعملوها وتقوليلي رأيكم. وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير.